السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. اليوم في هذا اليوم الجميل الجو يعني ممطر تقريبا، هو مطرة بالليل وهسه الصباح إن شاء الله بعد. وشوفون مثل من الجو هذا ملبد بالغيوم، شوفوا أخواني ملبد بالغيوم الجو. وأني أتفقد مزروعاتي على سطح المنزل، جاء أتفقد مزروعاتي على سطح المنزل. مثل ما تعرفون انه الزراعة تحب المتابعة، وحتى احصل على ثمار ونتاج جيد يجب ان تكون متابعة مستمرة من قبل الذي يقوم بالزراعة. الحقيقة اني هذا شوفوا اخواني، هذا الصندوق الخشبي، شوفوا اخواني طوله تقريبا اكثر من 2 متر وارتفاعه 50 والعرض مالته تقريبا 60. زارع به شتلات متنوعة، زارع بالرشاد. هذا شوفوا الرشاد هذا ما شاء الله، هذا زرعته بداية الشتاء وما زرعته مرة ثانية. ما شاء الله شوف شلون صار انتاج جميل حلو. شوفوا اخواني هذا الرشاد بعد ما جاني من عندنا الرشاد. زارع الى جنب الرشاد زارع هذا الفلفل الحار. هذا شوفوا اخواني يعني صحيح النبتة صغيرة لكن بدأت تثمر. هذه شوفوا اخواني بدأت هاي الثمرات مالها. شوفوا اخواني هاي الثمرات، هذه الثمرات مالتها بدأت تثمر. هاي تعطينا يعني ثمار ان شاء الله. وعندي هذا نبتة مال فلفل حار، وايضا هذه عندي هذا نبتة اخرى مال فلفل حار ونبتة بالجانب الاخر. هذا بالنسبة للصندوق الخشبي اللي زارع بجنب الرشاد. زارع ايضا بهذا الصندوق اني الفجل وجنيت من عنده قبل يومين. قبل يومين وبدأ ايضا هم يعني هسه ان شاء الله. شوفوا اخواني جنيت منه قبل يومين هذا، وراح اجني من عنده ان شاء الله بعد يومين من هاي الاوراق الصغيرة يعني تصير كبيرة ان شاء الله ابدي اجني الفجل. زارع بجنب هذا ايضا بهذا الصندوق الكبير زارع الشجر او الكوسة. هذا الشجر هذا عندنا بالعراق نسميه العسلي، شجر العسلي او الشجر الكوسة. هذا شوفوا اخواني هذا يصير يعني يشبه البطيخ، كبيرة دائرية صفراء تصير. طعمها حلو، طعمه حلو. فأنا زارع من عنده عدة شتلات وأخواني هذه هاي شتلات، وشتلات كبيرة ومتعافية زارعها جنب الرشاد. شوفوا أخواني في مزرعتي على سطح المنزل. شوفوا أخواني هذه مزرعتي أيضا زارع بأماكن كثيرة. عندي هذا أيضا هنا شجر أو كوسة هنا. شوفوا أخوان زارعها بهذا هذا القرديل، وما شاء الله شلون نموها نمو جيد، نمو جيد وكبيرة. عندي هنا زارع بهذا المكان أيضا. شوفوا أخواني هذا أيضا زارع الكوسة. شوفوا أخوان أوراقها ما شاء الله كبيرة ومتعافية، يعني أكبر من، شوفوا أخواني أكبر من الورق مالها، أكبر من حجم كف اليد. شوفوا أخواني أكبر من كف اليد حجمها، أكبر من كف اليد. أنا زارعها شوفوا أخواني زارعها بهذا الصندوق. شوفوا أخواني زارعها بهذا الصندوق. هذه هي الكوسة. إضافة إلى الكوسة أنا زارع البامية. مثل ما تعرفوا البامية هو صيفي، لكن أنا زارعه هسه وبدأ يعني ينطيني إنتاج. شوفوا أخواني هذا الإنتاج مال البامية بدأ ينطيني إنتاج. هذا أيضا هنا عندي هذا إنتاج يعطيني ايضا هنا. هذا شوفوا اخواني هذا بدأ يعطيني انتاج. شوفوا هذا انتاج وفير ما شاء الله. هذا من انتاج البامية يعني. شوفوا اخواني صحيح نبتات قليلة لكن انت تحس انه منتجني ما الزرعة، تحس انه بالراحة ولذة ما تجني. شوفوا اخواني هذه هي البامية. وايضا هناك عندي ذاك الجانب الاخر ايضا هناك هذه النبتة هي نبتة البامية وأيضا مثمرة. عندي بهذا الصندوق شوفوا أخواني هذا الصندوق زارع السلق. السلق مثل ما تعرفون نبات صحي لذيذ طيب. هذا شوفوا أخواني زارع نبات السلق، ونستخدمه عندنا بالعراق باطية بأكله هي الدولمة. هذا شوفوا أخواني هذا السلق، هذا السلق. شوفوا اخواني هذا صندوق وهذا صندوق، وهنا ايضا عندي صندوق اخر يعني 3 صناديق. ايضا بجانب البامية هناك بذاك القردل انا زارع سلق. شوفوا اخواني جنيت من عنده مرة
شوفوا أوراق يعني كبيرة ومتعافية اخوان. هذا السلق، شوفوا الأوراق مالته كبيرة وجاهزة للجن إن شاء الله، حتى نستخدم من عندها الدولمة. هذا عندي نبات الخباز، هذا شوفوا اخواني الخباز او التولة عندنا نسميه بالعراق. شوفوا اخواني، شوفوا الاوراق مالته شلون كبيرة. هذا نبات الخباز زارعانه بهذا الصندوق. مثل ما تعرفون الخباز نبات طبيعي، لكن انا زرعته وكأثرته، وهو يسمى في بعض الدول العربية الخبيزة، يعني بالمغرب العربي بالجزائر وتونس والمغرب يسمونه الخبيزة. هذا شوفوا اخواني، هذا الخبيزة يعني ايضا نبات طبيعي طيب الاكل صحي. السماد اللي استخدمه في نباتاتي، اسمد بيه نباتاتي، هو شاي الكمبوست النباتي وشاي الكمبوست الحيواني. هذا شوفوا اخواني شاي الكمبوست، هذا انا واضع هذا وضايف له ماء. شوفوا اخواني، ويوميا اصعد على السطح واحركه حتى انه يتحلل ويصبح عندي شاي الكمبوست النبات. ها شوفوا مثل ما تشوفون، ها قشور برتقال، قشور يعني اوراق الفجل المتبقيه، قشور الرمان وغيرها. هذا شوفوا اخواني، هذا انا اخله هنا واغطيه حتى يتفاعل، يبقى يعني قد اسبوع او اكثر. هذا صار فوق الشهر تقريبا، يعني حتى صار لونه اسود. هذا اسقي بنباتاتي من انه اصفيها من المخلفات، واضيف له ماء، يعني كل لترين ماء، كل لترين من هذا السماد الماء، يعني هذا المحلول اضيف له 8 لترات من الماء، يعني 8 لترات من الماء، واسقي به نباتاتي. ها شوفوا اخواني، هذا شاي الكمبوست النباتي وشاي الكمبوست الحيواني ايضا انا مخليه بهذا هنا بهذا الاناء شاي الكمبوست. هذا يعني انتم تعرفون انه السماد الطبيعي مثل ما قلنا شاي الكمبوست النباتي وشاي الكمبوست الحيواني هو مفيد جدا للنباتات وما يضرها، كذلك مفيد لصحة الإنسان، يعني ما يأذي الإنسان، ما بيه مواد كيميائية، لذلك انه انا اسقي به نباتاتي، لذلك تشوفوا الانتاج جيد جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم وان يرزقكم ويجعل ايامكم كلها افراح وسعاده. والتحيه طيبه لكم من قناتكم على اليوتيوب قناه زراعه الاسطح فن وجمال ومتعه، وصفحتكم على الفيسبوك صفحه زراعه الاسطح فن وجمال ومتعه.